يا صباح الفل والهنا والياسمين، وحشتوني كتير. يلا بينا نعمل النهاردة وصفة سهلة جدا واقتصادية، وصفة صيامي من غير لبن ولا بيض ولا زبدة، وحاجة كده في منتهى اللذاذة، وهي الدونات الصيامي. والأهم من ده كله إنكم مش هتقفوا كتير في المطبخ ولا هتحتاج منكم أي مجهود. احنا عارفين طبعا يومين صيام ومنقدرش نقف كتير، بس لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نانا عادل. يلا بينا نبتدي الوصفة. اول حاجه معانا كوبايتين من الدقيق المنخول، كوبايه معياريه، معلقه صغيره من الخميره البودر، معلقه صغيره من سكر الحبيبات. هنضربهم مع بعض عشان نتاكد ان المكونات اتوزعت، وذره ملح، انا نسيت طبعا في الفيديو احط ذره الملح. معانا كوبايه ميه دافيه، يعني نكسر برودتها بسيط، متبقاش سخنه قوي. هنحط الميه حبه حبه علشان طبعا كل دقيق وعلى حسب، في دقيق بيمتص السوائل بسرعة وفي دقيق لا، فهنشوف هنحتاج قد ايه. المهم نحط حبة حبة كده لغاية لما نشوف نوصل لقوام. اهم حاجة العجينة هتكون طرية معانا. هي هنعجن فيها لمدة دقيقتين 3، مش هتاخد مننا عجن خالص. انا فاض مني هنا شوية مية، هحط هنا طبعا العجن عايز سطح كده املس، فنحط شوية زيت، معلقة زيت كده، ونعجن العجينة كويس. هحط معلقة زيت على العجينة لان احنا عايزين نوصل للقوام دوت، تكون طرية ما تكونش ناشفة مننا عشان نضمن النجاح بتاعها. ونعجنها كده لمدة دقيقتين زي ما قلنا، ونحط شوية زيت في البولة اللي احنا عجنا فيها، ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع على حسب درجة الحرارة الجو يعني. طبعا لو مستعجلين عليها ممكن تسخنوا الفرن وتطفوه وتحطوا فيها العجينة، هتخمر في ربع ساعة، بس اوعوا تسيبوا الفرن شغال. وهنسيبها تخمر كده. خمرت معايا، انا قعدت معايا نص ساعة بالظبط. بصوا التخمير بتاعها، الطراوة جميلة خالص، عجينة في منتهى السهولة، مفيش اي تعب. هنغطيها بقى عشان نبتدي ان احنا نقطع منها كور ميني صغيرة. بص الليونة بتاعتها، نبتدي ان احنا ناخد الكورة ونضم ونقفل من تحت كده عشان تعمل معانا قلب كويس. عايزه اقول لكم الوصفه دي بجد جميله قوي قوي، ومش هتبطلوا ان انتوا تعملوها خالص. انا محضره هنا طبق زيت عشان لو احتجت وانا بعمل ان احنا ندهن ايدينا بالزيت. هنغطي طبعا العجين، انا خلصت كل الكميه. ونبتدي ان انا محضره الحشو هنا، وهو شوكولاته دارك مقطعاها مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين علشان خاطر تكون على قد العجينه. ومعايا حشو تاني معلقتين سكر مع معلقه قرفه صغيره او نص معلقه على حسب. معايا صينيه هرش عليها شويه دقيق علشان الكوره اللي هنحشيها نحط على الصينيه في الدقيق علشان ما تلزقش مننا. نبتدي هنا نحط الحشو ونقفل كويس العجينة، نتأكد ان هي اتقفلت. اهم حاجة ما يكونش الحشو طالع مننا. ونبتدي ان احنا ناخد من اول كورة استخدمناها، يعني ما ناخدش من اخر كورة خلصناها، لا ناخد من اول كورة يكون العجينة ارتاحت. هي احلى حاجة في العجينة دي ان هي ما بتحتاجش تخمير كتير، مجرد ما بتسيبيها هي بترتاح وبتدي نتيجة هايلة. نفردها كويس اهم حاجة عشان نحط الحشو مظبوط. ممكن الحشو هنا اختياري، احنا ممكن نحشيها زي ما انتوا شايفين شوكولاتة او سكر، وممكن نحشيها جبن او حادق، اي حاجة حادقة. ممكن ما نحشيهاش خالص ونعملها كور ونقليها على كده، نحمرها على كده يعني، وهتبقى برضو نتيجة هايلة. يعني الحشو ده والتزيين بيكون اختياري. انا هنا كان طالع الحشو الشوكولاته من العجينه، قفلناها كويس. هنا انا مسخنه الزيت، ما يكونش حامي قوي، يكون يا دوبك يعني سخن وفي نفس الوقت مش حامي قوي، لان عايزين العجينه تكون استوت من جوه.
لان العجينة دي بتحمر معانا بسرعة زي ما انتوا شايفين في الصورة، هي ما بتاخدش وقت خالص. فما يكونش النار عالية قوي عليها، تكون نار متوسطة. واول ما تاخد اللون الذهبي نبتدي نقلبها على طول. واول ما تاخد وش من ناحيتين نبتدي نطلعها نحطها على مصفى تصفيها. هي ما بتشربش زيت خالص، احلى حاجة في الوصفة دي انها ما بتشربش زيت خالص. ونبتدي نحط باقي الكمية، بس نراقبها عشان ما تتحرقش مننا. واول ما نخلص الكمية بتاعتنا نبتدي بقى ان احنا نزينها بالسكر البودر او اي صوص شوكولاتة او كراميل، او ممكن من غير حاجة. بصوا بقى شكلها هش وجميل ومستوية جميلة خالص، حاجة كده تدي طعم المولتو، طعم الزلابية المحشية، جميلة خالص. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب ومنشن لاصحابكم، ولايك وشير علشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تقولولي تحبوا اعمل لكم ايه الوصفة الجاية. ولو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوه في الكومنتات وهرد عليكم على طول. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين.